أصدقائي وصديقاتي، نهاركم سعيد. المكان ده في سيدي جابر، سيدي جابر الشيخ على الترام. والمسجد اللي قدامنا ده مسجد سيدي جابر الشيخ. هاخدكم في جولة، هنشوف المسجد من الخارج ومن الداخل، وهنشوف كمان الضريح، وهنشوف المكتبة. المسجد كان في البداية عبارة عن زاوية صغيرة اتبنت في منتصف القرن السابع الهجري ده تقريبا يعني، وفضلت الزاوية دي على حالها لحد ما اتبنى على أنقاضها مسجد في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي. وفي عام 1955 أزيل المسجد القديم ليتبنى مكانه المسجد الحالي اللي هو مسجد سيدي جابر. عايزة أقول لكم إن اختلفت الآراء حول شخصية صاحب المسجد اللي هو مدفون بالضريح الملاصق للمسجد على طول بالحجرة اللي جنب المسجد. ومعظم الآراء رجحوا إن سيدي جابر هو جابر ابن إسحاق ابن إبراهيم ابن محمد الأنصاري، والكنية بتاعته أبا إسحاق، ويتصل نسبه من جهة أبيه بسعد ابن عبادة الأنصاري سيد الخزرج. طبعا هو كده من عائلة الخزرج. وكانت نشأة الشيخ جابر الأنصاري في الأندلس، بعد كده سافر إلى فاس في بلاد المغرب، وبعد كده انتقل إلى طرابلس في ليبيا، وجاء إلى القاهرة ونزل ضيف على أحد أبناء عمومته، وكنيته كانت أبو العباس، وده كان راجل متصوف فانضم إليه جابر الأنصاري طبعا، واتعلم منه كتير جدا. ولما مات الشيخ أبو العباس انتقل الشيخ أبو إسحاق جابر الأنصاري إلى اسكندرية، وبنى له زاوية في منطقة الرمل، اللي هي تحولت بعد كده إلى المسجد اللي هو قدامنا سيدي جابر. وكان سيدي جابر كان شيخ وعالم وورعا جدا، وكان صالح وزاهد في الدنيا، والناس كلها كانت بتحبه، وكان عنده تلاميذه بينهالوا من العلم بتاعه، لأنه اهتم الشيخ جابر الأنصاري باللغة العربية، وخاصة النحو والصرف، طبعا بجانب اهتمامه بشؤون الدين. وكتب بعض المؤلفات بتاعته، وهي منها الكتاب الأولاني إيجاد البرهان في إعجاز القرآن، والكتاب الثاني كيفية السياحة في مجرى البلاغة والفصاحة، وأيضا كتاب تاني الإعراب في ضبط عوامل الإعراب. دي كانت بعض الكتب اللي هو كان مؤلفها أو كاتبها. واتوفى الشيخ جابر الأنصاري في عام 697 هجرية عن عمر يناهز 90 عام من عمره طبعا. واتسمى المكان بعد كده سيدي جابر الشيخ. طبعا كلنا عارفين مسجد سيدي جابر الشيخ هو على الترام، ما بين الترام وشارع بورسعيد. مسجد سيدي جابر الشيخ بيقدم خدمات كتيرة لأهالي المنطقة ولمعظم كمان أبناء اسكندرية، في منها حفظ القرآن للأطفال، وكمان في بعض الندوات والجلسات الدينية برضو في المسجد. هنا ده مدخل المسجد زي ما احنا شايفين كده. أكيد كلنا أو معظمنا راح مسجد سيدي جابر. وأيضا كمان في قاعة مناسبات في المسجد لكتب الكتاب اللي عايز يعمل فرح. ده المسجد من الداخل طبعا جميل جدا ومريح جدا، كل بيوت ربنا سبحانه وتعالى مريحة. أنا طبعا ما أخدتش يعني ما دخلتش المسجد من الداخل من جوه، أخدت لقطات وأنا واقفة كده من بره علشان
كانوا المصلين بيستعدوا للصلاة، فما دخلتش، واخدت لقطات سريعة وانا واقفة برا، بحيث ان انتوا تشوفوا المسجد وشكله ايه من الداخل. زي ما انتوا شايفين كده، ده مسجد سيدي جابر الشيخ من الداخل. وهنا المكتبة، مكتبة سيدي جابر الشيخ. وبعد كده ده الضريح اللي موجود جوه ومدفون فيه جابر الأنصاري. كنت بسجل الفيديو في فجر التلات ليلة 25 من رمضان. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ولعلها تكون ساعة إجابة. وأتمنى إن المحتوى يعجبكم، ودايما دايما في حب اسكندرية نلتقي.